وتحية لمصر الحبيبة، وتحية لعشاق كرة للشحات. الأهلي العالمي يفتتح المونديال وحسين الشحات يفتتح الاجوان. هدف جميل عالمي لحسين الشحات، تسديده من خارج ال 18 يسددها يفاجئ بها دفاعات وحارس مرمى اوكلاند سيتي، تك لقوها جوه المرمى. هدف جميل ولا اروع من حسين الشحات، الهدف الاول للنادي الاهلي. كلمه السر بالنادي الاهلي خط الوسط، حمدي فتحي، ديان السوليه. عندنا سنتر اسمه ديان، عامل مساحه لحمدي فتحي والسوليه انهم يتقدموا مع الاجنحه احمد عبد القادر وحسين الشحات، وتلاقي احيانا السوليه رقم 10 يخترق ال 18 مع محمد شريف. محمد شريف الهدف الثاني حكايه، تبص للهدف الثاني تحس انه عنده تعليمات، الكره داخل ال 18 لمسه وفي الجول على طول. ضيع الاولى، ضيع الثانيه، الثالثه كانت ثابته، لمسه داخل ال 18 وشوطه في الجول، جول. كانت الهدف الثاني للنادي الاهلي، هدف جميل ولا اروع لمحمد شريف، الهدف الثاني للنادي الاهلي. الهدف الثالث بيرسيتاو، تشكيله رائعه من التمريرات بين لعيبه النادي الاهلي توصل لكهربا. كهربا لازم يعمل عليها الكاريزما بتاعته، لازم يعمل عليها الحاجه الحلوه بتاعته بالكعب لبيرسيتاو. بيرسيتاو داخل ال 18 لمسه وفي الجول، جول. كانت الهدف الثالث للنادي الاهلي. عندنا علي معلول جابته سند للنادي الاهلي، الا ان محمد هاني كاريزما، محمد هاني كاريزمة النادي الاهلي شكلا ولعبا. لا، محمد هاني جامد جدا. عندنا محمد الشناوي بصراحه حارس عرين النادي الاهلي، قدامه محمود متولي بيلعب برجوله وبثبات، لا جامدين جدا جدا جدا. مارسيل كولر عمل توليفه جامده من اللعيبه في النادي الاهلي. مارسيل كولر عنده كتير للنادي الاهلي بس لازم نصبر عليه. مارسيل كولر عنده الكره الحديثه للنادي الاهلي. في حاجه قبل ما اختم، الاستاذ مرتضى منصور مختلف طبعا مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، طبعا بيقول له انت بتتفسح في المغرب. ما ينفعش يقول له كده حتى لو كانوا مختلفين، لان الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم عنده فريق بطل مشارك في مونديال او في كاس العالم للانديه. هو حاليا في مهمه وطنيه مع الفريق اللي بيشارك في كاس العالم للانديه المصري، مش بيتفسح في المغرب. نشكر دولة المغرب على الحفاوة اللي قابلوا بها النادي الأهلي، نشكر دولة المغرب على الافتتاح الجميل اللي عملوه في طنجة، افتتاح كاس العالم للأندية. أخويا الأهلاوي فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة واللايك أكيد يدعمني.